لو اتفرجتوا على الرياليتي شو دي كانت فكره اول ورشه ستاند اب كوميدي في مصر. حطيني محرمه. لا الستاند اب كوميديانز يا نهار ابيض. يعني ايه محرمه؟ انا صعب جدا ستاند اب كوميديان يضحكني. فلبست اللي عليه القطط. محرمه يعني منديل كلينكس. خبطت فاهم في العيس. صدفه بمليون جنيه. شكرا على منديل. الحمد لله. اخوانا رفعوا راس يا محمود، رفعوا راس يا محمود. حطونا محرمه. يا جدعان النهارده المفروض اخرج انا ونوران، وانا في جيبي مثلا 5 جنيه، جاي اسحب فلوس. بص المكنه. ممكن تشيليني يا نوران؟ اصرف عليك بقى. لا انا هتصرف. اخوانا ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ طبعا كان في انترو بتاعت الفلوس اللي فاتت دي، لان انا لغايه دلوقتي لسه مش معايا 5 جنيه مثلا في جيبي، فلازم نسحب فلوس. ونوران مبسوطه بقى، عماله تقول انا هعزمك وانا اللي هدفع لك كل حاجه. المهم النهارده علي قنديل عامل حفله في ساقية الصاوي، حفله تخرج للدفعه الثالثه من الورشه ستاند اب كوميدي. لو اتفرجتوا على الرياليتي شو دي كانت فكره اول ورشه ستاند اب كوميدي في مصر. الرياليتي دي الثالثه، مع اول واحده انا كنت عامل عليها حلقه. اوكي. ما دي حلاوه بقى الاستوديو على النصر. فاول ورشه كنت عامل حلقه الستاند اب كوميدي اللي هي رياليتي شو. النهارده رايح اصور الحفله الثالثه، الدفعه الثالثه، واحنا دلوقتي في التحرير. بصوا التحرير جامده ازاي قوي، والدنيا بقى لسه ممطره. عارفين المطره الشديده اللي جت دي؟ السما شكلها جامد. عشان اعمليها واحده. حطيني محرمه. يعني ايه محرمه؟ محرمه يعني منديل كلينكس فاين. حطونا محرمه. خلاص سحبنا فلوس. يلا يا نوران. معانا ريال. بص لقيت جنيه في جيبي. هو 4 كان معايا 3 بقى 4. ما اكلتش، انا جعان. بس انا ممكن اكل اي حاجه من السائل او اشرب اي حاجه فاكس جدا اللي انا بقوله ده. المفروض الواحد ياكل يعني، بالذات ان انا هتحرك كتير وهتصور اتكلم مع الناس. انا اكلت النهارده سندوتشات كبده. شاطره. انا بحب الجرافيتي غريب ارت. في بلاد غريبه. بحب عشان تعرفوا ان مصر كول. بص مصر جامده ازاي، في حته ساعه ارت في كل حته. لسه جايين فعلا ابتدوا؟ ماشي. هلا هم تحت ابتدوا؟ يعني في القاعه دي، يعني انا انزل هنا؟ هلا ما بتحبش تتكلم في البلوك، شفت ازاي؟ بعرف اقفشها. ماشي احنا وصلنا وفي زحمه زي ما انتم شايفين، بس في مفاجاه كبيره جدا جدا هعرفكم عليها. مامة علي قنديل. ازيك يا طنط، ايه الاخبار؟ الحمد لله. ايه رايك حضرتك في الجمهور؟ انا كنت كده ارجع ولا ايه؟ لا بس ايه رايك حضرتك ده جمهور الورشه الثالثه؟ يستحقوا والله الشباب، هم يعني بيبذلوا اقصى ما في وسعهم، وده نتيجه جميله جدا يعني. اوكي زي ما انتم شايفين احنا بنحاول نخش لكل الناس دي. دول بس اللي واقفين كده على الباب، بس فعلا الدنيا زحمه. ممكن بس اعمل دوشه؟ هتعمل ايه؟ هسال سؤال. هتسال مين؟ هتسال الجمهور. سؤال معاه. انت بتهرج اكيد. لا انا ما بهرجش. بتتفرج على الحلقات اللي انا بعملها؟ ايوه. طب اللي شافنا قبل كده في عيد بس عشان نبقى عارفين. اللهم صل على النبي. طب عايزين ناخد لقطه حلوه. قول السلام عليكم وتقطع عليا. السلام عليكم. تعالى بقى خش لقطات. لسه كمان. صباح الفل. لا عامل ايه؟ المشغول كل مره بتيجي متاخر والله. ليه؟ اهلا سامحني يابا. انا كنت سامحني يابا. عمور عامل ايه؟ لكم جدول اتفرج على حاجه حلوه ان شاء الله. يلا بينا. يجولي عادة مش الوقت المناسب ان الواحد يتكلم عليه قبل الحفلة. انه رفيق دايما مشغول. عشان تعرفوا رفيق ده من مؤسسين شركة GWM اللي هي اصلا عملت استوديو على الناصية، اللي هو من غيره ما كانش هيبقى في الحوارات دي. صباح الفل. طبعا هطلع اجيب منظر الناس وهي بتخش.
بص باك ستيج، احنا لسه داخلين باك ستيج حالا اهو. نجوم، كل دول نجوم عظماء 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 عظماء. عندي مشكله مع الاغاني، ما بحبش المغني اللي يدخلني في حياته. سوري معلش لازم. اللحظه دي تاريخيه يا جماعه، فلما بستعد الاول عارف على الستيج. This is big big big. والبقايا تأتي. وانا هقول صح ولا لا وهبص عندكم. عايز اسمع بنت لذينه. قول لي بسرعه ايه اللي بيحصل. دي حفله تخرج الدفعه الثالثه من الورشه ستاند اب كوميدي علي قنديل. الدفعه الثانيه اتخرج منها 3 من اصل 12 مشترك، الدفعه الثالثه متخرج منها 8 من اصل 41 مشترك، ولسه مش عارفين احنا في 5000 واحد مستني الدفعه الرابعه اصلا، وان شاء الله هيكسروا الدنيا. نجم يعملوا اصحاب مش عارفين. النهارده حفل تخرج. لا الصوت بقى في ايه يا منير؟ في ايه؟ هو ليه دايما الجنب ده في مجموعه من البنات؟ العصابه جت، العصابه جت، هي العصابه اللي هتطلع على المسرح والعصابه اللي موجوده تحت. عايزين اقول لكم حاجه معينه. محمود كنافه. اي حد بيقول شعر، عشان تبقى شاعر مش مطلوب منك اي حاجه. كلمات، القاء، قافيه. يعني دي ماريا، دي فيدفيا، البتاع ده هي ليا. تمام؟ فانت عشان تبقى شاعر انا فكرت اقول شعر. موافقين؟ امي موجوده النهارده فنسمع لها تحيه كبيره. انت كل حاجه ليا. ده بجد، انت فكره عايشه فيا، بين ايديا وفي عينيا، بكون اناني وفي عينيهم حد تاني، كل ضلمه وسط نور، انت ورده في ارض بور، وفي عينيهم كنت عادي كنت فاشل، وفي عينيكي كنت ناجح قبل ما انجح. لسه في 7 تانيين ولا على الدور. تعالى تعالى. قول لي احساسك ايه بعد اول مره ما عرضت على الستيج؟ فرحان طبعا الحمد لله. خدت مشوار كبير جدا. وايه رايك في استقبال الجمهور؟ الحمد لله الحمد لله. انا بس مش عارف. لابس بوكسر مش بتاعك. لا هو ما بيتدراش، تلاقي اخوك محمد لبست اللي عليه القطط. لا اللي نقط والله. احساسك ايه دلوقتي طيب؟ لا بجد يعني كل دولة ليها عادات وثقافات معروفة وقديمة. مصر بقى مصر عندها مجموعة من العادات القذرة التي لا تحصى. يعني تعالوا نقول أشهر عادة موجودة عندنا في مصر الفتي. احنا بنفتي في أي حاجة خصوصا الدين. ومن أعمدة الفتي في الدين الشيخ ياسر برهامي. الشيخ ياسر برهامي ربنا يديله الصحة، تقريبا وهو صغير كان بيرضع بالمشقلب. فالموضوع ده خلف معاه لما كبر بقى. من فترة طلع فتوى بتقول لا يجوز للزوج اتخاذ إجراء مع زوجته في حالة الزنا غير من الفتي. كلام جميل، يعني أنا أول ما أخش على مراتي ألاقيها مع عشيقها آخد الإجراء. قال لك لا، ده أنت لازم تلاقيهم قلقين. طب ولو لابسين؟ ده اعتبره مدرب الكاراتيه بتاعها مثلا؟ تمام، هاخد الاجراء اول ما اخش على مراتي الاقيها مع عشقها قلبي. قال لك لا اجلس بقى عشان بننام بدري. قال لك ده انت لازم تصورهم. طب ثانيه واحده،
يلا يا ليلى الفنشايه الجميله بقى. طب بتعيط ليه؟ يلا اضحك يلا، ولا انت بتعملها ما بتعملها والله. طلعي لي لسانك ده انا هبلعك عشان تكون معانا بس. بص كده مهزوزه ولا لا، ده التصوير مش كل حاجه، ده انت لازم تجيب 2 شهود. طب بص دلوقتي لو انا ساكن جديد في العماره، لسه ساكن والساعه 3 الفجر ومفيش حد صاحي، ينفع الصور اللي خدتها دي اعمل لها ابلود على الفيس؟ لو جابت 2 لايك هتلاقيهم شهود. وليد المغازر. ايه رايك؟ ايه رايك في الجمهور؟ الجمهور فشيخ والناس كلها بتضحك ومبسوطه والناس جايه عندها قابليه رغم الحرق اللي بيحصل في الدنيا. مبسوط فشخ يا جماعه. انا عارف اني دخلت عليه في نص الحفله، بس انت ايه رايك لغايه دلوقتي؟ انا فخور جدا جدا ومنبهر. فشخ هتاجي مش عايز هتاجي من كتر الجمهور. في زونه هاديه زمن التحوش الجميل. الواحد كان يخاف يتحوش بواحده هتطلع اخته. زمان وانا صغير العيال في الكنيسه كانت بتضطهدني، كانت بتفضل تقول لي يا مسيح. برامج اطفال. حد هنا كان بيتفرج على عالم سمسم؟ ده احنا تعبانين قوي. عالم سمسم ده كرتون لو هتتفرج عليه دلوقتي هيجيب لك دوالي في مخك. كان دايما بيبدا بشخصيه هلاميه كبيره قوي اسمها نني. دبدوب كبير قوي وكله شعر ما بيحلقش، ووشه عباره عن عينين وبق بس. انا عندي 7 سنين، ده مرعب جدا. وكان دايما بيتكلم كده: ازيكم يا اصحابي؟ هاي 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 هاي. تحس انه كان مدمن وبطل. وشخصيه تانية اسمها فلفل، ده تباع. شغلته في عالم سمسم: تعالى بدورك، تعالى 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 يا سيد مساعد يا عم جرجس، احلى مسا عليك يا عم حسين. والشخصيه الثالثه انثى خوخه، دي الوحيده اللي في الكرتون كله طلع لها مناخير في حكمه لا يعلمها الا الله. فضلت بصلها طول الكرتون، طالعه في البوستر كده ومطلقه وماشيه مع فلفل. بالمناسبه يا جماعه كل الشباب اللي موجودين النهارده اول مره يقفوا على اخويا يا سلام. برافو 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 برافو. تسلم دماغك. ايه رايك في الجمهور؟ حلو جدا حلو جدا. انا مستني عبد الرحمن مجدي. يجي واحد خلاص يا كابتن صلي على النبي والموضوع ينتهي، بس بعد معركه دمويه شرسه جدا. لما دلوقتي الاثنين اتنين بيتخانقوا، هم مش بيتخانقوا، هم بيتعرفوا على بعض. انت منين يا ها؟ انت منين؟ منين يالا؟ انا من امبابه. من امبابه. خد تعالى. تعرف خد سلكه؟ ايوه يا جماعه انتوا مش شايفين ناس كتير قد ايه؟ اللهم صل على النبي. معانا من الدفعه الثانيه، دي الدفعه الثالثه من الورشه. معانا في الموجودين في المكان النهارده من الدفعه الثانيه. نسمع لهم تحيه كبيره. طه سوي، كان واقف جنبي. شهاب العشري موجود. شهاب العشري. ومعانا بدر نور مخرج منافس الليله النهارده. وانا هروح انا بقى. اللي يخصني انا بخاف من الكلام جدا.
بشكل مبالغ فيه. سالت الناس ايه الحل في موضوع الكلاب ده؟ الناس كلها اجمعت ان الحل انك تربي كلب. جميل. عايز الكلب ده اجتماعي، ياخدني عرفني بقى على الكلاب في الشارع كلها، اقول له يا جماعه تابعي ما تجريش ورايا بعدين. تلاقي واحد يقول لك بقول لك يا معلم الشارع بتاع اللي هناك دي والله يا معلم عينيا مش جايباها. انت ازاي يا عم؟ ده انت لابس نضاره. يا معلم انا لابس نضاره عشان ما بشوفش مش هزوم. بس ده خوف مبرر جدا، يعني الواحد يخاف على العالم. يعني هو مستغرب اكتر مني. واقع على الارض مش فاهم حاجه ومستاء. يعني طول ما هو على الموتوسيكل هو عامل حسابه ممكن يخبط في عربيه، في حنطور، في بني ادم، لكن موتوسيكل عيب يا راجل، ده احنا حتى نفس المكنه يعني واد متكوم على الارض. الناس طبعا كالعاده عندنا في مصر المستعجلين بيجوا عند الموتوسيكل لو الحادثه هو في ايه؟ في مجاياتيه بقى، في مجاياتيه المجيء هما بيجوا، وفي نسبه بسيطه قوي من الناس بتمشي. لا بيبقى معدي في الشارع، ايه ده؟ يا عم مش قنبله يا عم. الواد ممدد على الارض وانا ببقى مستني الدكتور يظهر، لو ما ظهرش بعمل نفسي دكتور. ارجع فبسال البني ادم ده اللي حصل امبارح، اسمك ايه؟ كريم. قلت له عندك كام سنه؟ 32. انا اسمي علي. اللي هو عايز يقول لي مش حاطط لك انت خالص، مش موضوعك انت خالص، انت كمان عمرك. جدا جدا اهم حاجه ببساطه مش احنا لوحدنا، مصر كلها لو حضرت العرض ده لازم تدرس والله. بامانه يوفقكم يا رب، شكرا. بص معلش انا عمال اروح بروح المطار قشطه، السلام عليكم على طول، والسلام على الناس. يعني اتمنى ان انتم تحضروا العرض. الستاند اب كوميديانز لان لا الستاند اب كوميديانز يا نهار ابيض. شكرا على قلبي. الحمد لله. لا والله رفعوا راسي يا محمود، رفعوا راسي يا محمود. طب يلا يا جدعان السلام عليكم، قولوا حبايب عشان همشي. حبايب. اي اوامر؟ ايه رايك ايه رايك يا طنط في العرض؟ هايل بصراحه، هايل بجد. يلا باي باي حبايب. يا عم سلام عليكم. اسمعك انا بصي انا هروح اجيب العربيه من مهندسين وبعد كده اوصلك وبعد كده هطلع المطار. تحبي تيجي معايا المطار؟ لا هروح استقبل اختي. يا الله السلامه. الله السلامه. فكده او كده هي توصل الساعه 10. هي توصل الساعه 10 يا دوبك نروح بسرعه. لا مش يا دوبك نروح بسرعه، انت تروح تجيب العربيه وتروح على المهندسين. انا ممكن اروح. لا انا هروح المهندسين اجيب العربيه كده يا اوصلك يا تيجي معايا اوصلك. لا انا توصلني وتروح انت هتتاخر بس جدا. لا في كل حته المفروض الخطه بقى، لان انا اختي هتيجي من المطار اروح استقبلها. انا خارج المفروض رايح المطار وانا معدي من الساعه فاهم خبطت فاهم في العيس صدفه ب1,000,000 جنيه. فبيسالني بيقول لي مش علي قنديل النهارده عامل حاجه، بقول له خلصت يا لهوي. صباح الفل. صباح الفل. انا بقول له انا معلش اتاخرت شويه في الحفله بتاعت الفالنتاين، بس الموضوع مش ذنبي عشان في تصوير كتير. anyway هروح انا مشوار المطار واكلمك وانا راجع. هتكلم فين ده جدا صح؟ يا جماعه معلومه بس فنيه لازم تعرفوها عني، انا صعب جدا ستاند اب كوميديان يضحكني. انا والله ضحكت النهارده بجد. انا لغايه دلوقتي بضحك. برافو علي فاهم، برافو جود جوب التيم، برافو جود جوب وكويس. يعني عرفت انت ليه كنت مشغول وضغط على نفسك. لازم ارد على اخويا. انت فين في المهندسين؟ ودلوقتي احنا وصلنا عند المهندسين. المفروض اخويا يكون قاعد قريب من هنا عشان اجيب منه العربيه ونطلع على المطار، بس اخويا فين انا مش عارف. I need to call. جبنا عصير وحاجات. لا طيبات. يلا السلام عليكم. قاعدين ماشيين مش عارفين العربيه فين، ما كنتش مركز هو قال فين.
وهنفضل بقى ننادي على العربيات. نوران هتمشي بعد يومين فمش عارفين هنعرف نشوفها تاني ولا لا. سلام على الناس حبايب. باي محمود. باي باي. بصوا يا جماعه زي ما انتم عارفين انا بستقبل اختي اصلا من المطار، جاي من الحفله طبعا جري فاهم، وصلنا نوران وبعد كده جاي بقى بستقبل في المطار، فجاه لقيت واحد بيسلم عليا. حد كان معايا في المدرسه وهو كمان بقى احنا بنتكلم مستني مين، انا مستني اختي وانت مستني مين؟ قال لي مستني واحد صاحبنا كان برضه معايا في المدرسه جاي من كندا، بشوف الدنيا صغيره قد ايه. سلم يا عم على الناس، في 90,000 بني ادم بره رجاله. الدنيا برد جدا على فكره، والدنيا زحمه زي ما انتم شايفين، زحمه وبرد وحاجه صعبه، وفي زغاريد طبعا ما يدل على الفرحه والسعاده فاهم، الاشتياق جايين تقريبا كانوا بيعملوا عمره في فرنسا. طيب انا اقفل شويه الدفه عشان محتاج الايد دي تخش في الجيب والله. بصوا اختي وصلت جوه بس هي مش شايفاني. بصوا اختي عمال يلعب اهو مرح، ده بلال الصغير بصوا عمال يلعب ازاي في المطار، واخد المطار لحسابه. يلا هقفل معاكم علشان يا دوبك بقى استقبلها وكده. مش عارف اعرف اصور تاني ولا لا. النهارده كان يوم جامد جدا، وثانك يو عشان جيتوا معايا الحفله وكده، واتمنى ان تكون الحلقه النهارده كانت مميزه جدا. والسلام عليكم واقول لكم حبايب. نوران اول مره اجي ساقيه من بعد حفله ليس هنا بقى الخطه. يعني امور فعلا ستار اكاديمي بترفع من امكانيات الموهبه موجوده. اوعى تنزل بس المفاجاه حلوه فتستاهل.